السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أتتك مذمتي من شايب فاعلم بأنه مقهور مني. هذا الشايب السعودي أبو لحية مصبوغة في عمر جدي. تفاجأت بأنه وضع رأسه في رأسي وأنا طفل في عمر أحفاده. قام بشراء هدايا لي، بامبرز ورضاعات وشيبسي ومصاصات وبسكويت، وقام بوضع صورة سيده محمد بن سلمان بجانبه ليثبت الولاء، ثم قام بتصوير فيديو وتحميله على يوتيوب. شاهدوا هذا الشايب وهداياه الثمينة التي تناسب مقاس عقله، وسأعود للرد عليه بعدها إن شاء الله. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. رسالتي اليوم للطفل بلال محمد عبد العال. شلونك يا عمو؟ طيب حبيبي بلال، لا تلعب مع الأطفال اللي ما يحبوك يا عمو. ها عمو بلال؟ فحبيت أوريك يا عمو بلال الفرق بين طفولتكم الآن وطفولتنا أول. طفولتنا أول كنا بنعاني، كويس يا عمو؟ فبوجه لك نصيحة يا عمو، لا تلعب مع الأطفال اللي ما بيحبوك. أوكي يا عمو؟ واسمع كلام الكبار اللي أكبر منك سن. كويس يا عمو؟ وبدي أقول لك شيء، طبعا أنا أكلمك يا عمو باللهجة الفلسطينية عشان ما بتزعل علي. ممكن ما بتفهمني لما بكلمك سعودي. فاحترمي الكبار. يا عمو حبيبي، احترمي الكبار. اوكي؟ حبيت اوضح لك الصورة كيف كان زمننا وزمنكم. انتم الان مبسوطين مرتاحين كاطفال صغار، الان صاروا بيجيبوا لكم يا عمو بالذات حليب ما ادري ايش بتسموه، هذه ديت يسمونها ديود. احنا كنا بنرضع من الام مباشره، انتم لا يا عمو، صاروا بيجيبون لكم زي هذه. اوكي؟ طبعا بتعرف هذه بودره، بعد ما بيغيروا للطفل يحطوا له بودره عشان ما بيمشيك. اوكي يا عمو؟ حبيبي عمو بلال، لا تلعب مع الأطفال اللي أكبر منك. أوكي؟ وأكيد بتعرف هذه يا عمو، بزازة. أوكي؟ هذه بزازة، إحنا بنسميها مصاصة. أوكي يا عمو؟ وهذا الشيء اللي ما بيخفى عليك يا عمو بلال، بتلبسها قبل النوم وبعد ما بتقوم من النوم بيغيروا لك يا عمو. اوكي بلال؟ حبيبي وفرش اسنانك قبل ما تنام، وراك مدرسة. اوكي يا عمو بلال؟ جايب لك مصاصة عمو، جايب لك كمان مصاصة بالتوت. اوكي يا عمو؟ ما حبيش اغلبك، اروح بك للبقالة فجبت لك الاشياء لحد عندك يا عمو عشان ما بتتعب، ما تروح للبقالة. وجبت لك بسكوتة، احنا والله ما نعرف الاشياء الاول بناخذ على ما جاء. اوكي يا عمو؟ وجبت لك فشفاش بتعرفوا عمو؟ شفت يا عمو؟ فشفاشة. اوكي؟ لا تلعب مع الكبار، خليك على قدك، العب مع الاطفال اللي زيك وبقد سنك ولك. اوكي يا عمو؟
هذه لا نوم بدري، ولك ما بتعملهاش في فراشك، ما بتعملهاش على المرتبة بتاعتك، والله بتكون لك ضرب من الصبح. اوكي ولك؟ يلا عمو، فهمت الرسالة؟ ارسل لك هدول ممكن تحتاجها. اوكي؟ انقلع. أولا يا جدي، أنا لن أشتمك، فمن السهل أن أشتم وأسب وأغلط، ولكن أخلاقي لا تسمح لي، فوالدي علمني على احترام الكبير وإن كان مخطئ، ولكن والله أشفق عليك وعلى ما تفعله حين يضحك الناس عليك أمام زوجتك وأولادك، والتعليقات التي سيرونها عنك. كنت أتمنى أن تخجل من الشيب الظاهر في لحيتك، وأن تكون خاتمتك في بيوت الله وفي يدك مصحف، وإن لم يكن لديك مصحف فخذ مني هذا هدية لعله ينفعك، وهداياك التي اشتريتها لي احتفظ بها لأحفادك لعلهم يفرحون بها، فهم أولى بأموالك مني. وإن كانت فيديوهاتي تؤلمك فسامحني، وأنصحك بالمتابعة عند طبيب القلب، لأن فيديوهاتي القادمة ستسبب لك الجلطة. السلام عليكم.